السلام عليكم ورحمة الله. هذه غابة طيشة. غابة طيشة التي تقع ما بين مدينة القنيطرة وقرية سيدي الطيب. غابة بها أشجار البلوط. غابة جميلة جدا ومتنفس بالنسبة لساكنة القنيطرة. الناس كيجيو مع وليداتهم في الطوموبيلات، كيجيو يتنفسوا، كيجيو يبدلوا الجو، ويعني غابة كما هو معلوم غابة ثمينة بالنسبة للساكنة ديال القنيطرة، لكن للأسف الشديد ما نلاحظه ونشاهده كثرة الأزبال في كل أمل، وخصوصا قنينات الفارغة ديال الشراب، جميع أنواع الخمر. كل مكان تتلقى فيه ركام. هنا هادو يلا مشاو، كانوا دايرين العافية هنا، شاعلين النار طيب وعند الجذع ديال الشجر، الجدر ديالها كلشي مكسر. هذا ركام اخر، يعني كارثة من قنينات الخمر. أسبال هنا وهناك وأدخنة. شوف هذوك عاوتاني فين كيطيبوا الدخان طالعة وشاعلين العوافي. لو كان نزيدو مازال نمشيو للجوايا أخرين من لهيه نلقاو أزبال متراكمة كثيرة وكثيرة. وكاين لهيه 4 ديال الأشخاص بعدين شوية وما نقدروش نقربوا لهم لأن غادي توقع مشاكل. 4 الناس وفوق خطبلة بحال هادي حاطين قنينات ديال الخمر وكيشربوا، والناس أمامهم دايرين فايتين. وكاين بعض العائلات اللي كانوا حداهم وجمعوا وخواهم من تما كاع. علاش؟ لأن انعدام الأمن. انعدام الأمن. ما عمر جينا هنا ولقينا يعني لا سيكوريتي ولا لقينا رجال الدرك ولا جامي. جينا هنا ولقينا واخا غير دارتي واحد الدار هنا باش على الأقل الناس تحس بالاطمئنان، وحتى المجرمين اللي كيجيو لهنا كيعرفوا بأن راهم تحت الحراسة وتحت المراقبة للأسف الشديد. ولهذا نطالب السلطات المعنية أن تتخذ التدابير اللازمة قبل أن تقع الكارثة بغابة طيشة. والسلام عليكم.